طيب كلنا بتواجهنا مشاكل في البرينتر اللي عندنا، سواء كانت البرينتر دي في البيت او موجوده في الشغل. وطبعا اذا في البيت الموضوع ممكن يكون اسهل شويه، علشان الموضوع في ايدي، انا ممكن اعمل ريستارت البرينتر، اقفلها اشغلها براحتي، مفيش مشكله. في نفس الوقت اذا عندي بعض التكنيكال سوليوشنز برضو، دي حاجه هتساعدني جدا، بحيث ان انا مش كل شويه افضل اعمل ريستارت بقى سواء كان للجهاز الكمبيوتر او الطبعه. بالنسبه للشغل مفيش اكتر من مشاكل الطبعه تقريبا، عند يعني كل يوم تقريبا لازم تلاقي مثلا 10 من الموظفين لازم يكون عندهم مشكله في الطبعه. وطبعا اذا جيت قلت لواحد والله طب اعمل ريستارت للجهاز بتاعك ولا حاجه، هيتضايق جدا. وفي نفس الوقت انت مش هتقدر تقول له اعمل ريستارت للطبعه، خصوصا اذا كانت الطبعه دي ديسكتوب، بتاخد وقت كتير علشان خاطر تعمل ريستارت. واذا كانت نتورك، وبالتالي هو الوحيد اللي عنده المشكله دي، فالمشكله عنده في جهازه هو. طيب المشكله دي بتتحل ازاي؟ اولا، اذا كنا عايزين نحلها عن طريق الكوماند برومبت، ففي اتنين كوماند انا هكتبه لكم دلوقتي علشان خاطر تقدروا تسجلوا الاوامر ديت معاكم، تحطوها في باتش فايل، ومنها تقدروا ترنوا الباتش فايل ده رن از ادمنستريتور، وتحلوا المشكله ديت. طيب الكوماند ده بيعمل ايه بالظبط؟ المشكله دي لما بتتحل في الاول بنروح على حاجه اسمها السيرفيسز، وبنعمل لها رن از ادمنستريتور. انا اوريدي ادمنستريتور على الجهاز عندي، وبالتالي انا هعمل لها اوبن بس. وبعد كده بروح على حاجه اسمها البرنت سبولر. البرنت سبولر هلاقيها هنا هي راننج دلوقتي، جميل، بس انا مش هعمل لها اي حاجه، انا هسيبها زي ما هي راننج. والمفروض ان احنا في الطبيعي بنيجي رايت كليك وبنعمل ريستارت، بتقفل لوحدها، وبعد كده بترجع تشتغل مره تانية. هو هنا بيعمل الكوماند اللي هو ستوب، وبعد كده ريستارت مره تانية، كاني جيت عملت ستوب، وبعد شويه جيت وعملت الاوبشن الاولاني اللي هو ستارت. طيب بدل ما اجي اعمل كده واعمل ستوب وريستارت، او اعمل ريستارت على طول، انا ممكن من خلال الكوماند ده اخليه عندي، وهكتب دبليو ميك. خليني ابدا الكوماند باتنين سيمي كولون عشان نكتب الكوماند ده كله مره واحده. بكتب دبليو ميك، وبستدعي السيرفيسز دي، اسمها ايه؟ سيرفيس وليس سيرفيسز. يعني دي هنلاقيها فيها اس في الاخر، لا دي من غير اس، جميل. بستدعي السيرفيس دي، وبقول له وير الاسم، النيم، ايه النيم ديت اللي هي البرنت سبولر. النيم بتساوي ما بين السيمي كولون، اللي اوت ماشي، اسمها سبولر وليس برنت سبولر. تمام، سبولر على طول كده. اعمل لي كول استدعاء للسيرفيس اللي اسمها ستوب سيرفيس. تمام. وبعد ما بعمل ستوب للسيرفيس هكرر الكوماند ده مره تانية، بس بدل الستوب هخليها ستارت للسيرفيس. طيب احنا هنعمل الكوماند ده مره، يعني هنعمل الستوب سيرفيس الاول مع بعض كده. خليني اعمل انتر هنا. ايه اللي هيحصل؟ هنا هيقول لي الميثود اكسكيوشن سكسسفول. هاجي هنا، اذا جيت عملت رايت كليك المفروض، شوف هو جاب لي هنا ستارت، ما كانتش، لو عملت ريفرش الاقيها هي كانت بدل راننج راحت خلاص. واذا جيت هنا وعملت ستارت للسيرفيس، خلينا نمسح دي، وعملت انتر، هلاقي الميثود اكسكيوشن سكسسفول. وبدل ما هي كانت ستوب هنا، اذا عملت، هو اوريدي شايفين الستارت راحت وبدات ستوب، ده بمجرد ما بعمل ريفرش الاقيها رجعت راننج مره تانية. طب هنا الكوماندين ده هم انا بفضل ان انا اخليهم عندي في باتش فايل، تمام، واحطهم عندي على نتورك، او احطهم مثلا على جهاز اليوزر اللي هو بيعاني من المشكله دي، لان دي تقريبا حاجه شبه يوميه، اذا ما كانتش يعني كل ساعه زمن واحد بيكلمني علشان خاطر يقول لي والله انا عندي مشكله في طبعه، مش عارف اطبع وزميلي بيطبع. طب ايه الحل؟ اكيد مش هنعمل ريستارت للطبعه علشان خاطره هو. وبالتالي ده اكفأ حل. يعني من خلال الهيدن شير، هتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله. تحطه على الديسكتوب عند اليوزر ريموتلي، بتعمل ران از ادمنستريتور، تكتب اليوزر والباسورد، ودبل كليك، وهو هيعمل ستوب للسيرفيس وستارت مره ثانيه، وهيقدر يطبع على طول ان شاء الله.